اوكي كده احسن. انا حاسه ان دي مخربه الموضوع، انا اصلا عايزه اشيلها لان هي مش عجباني. خلاص شلتها ولا تزعلوا نفسكم. اهلا اهلا، ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه كويسه. انا لسه مخلصه شغل النهارده يوم الخميس اخيرا، ففيديو النهارده هيكون فلوج للويكند، خليكم معايا. اوكي، اول مكان عايزين نروح على الصالون، علشان عايزه اغير الاظافر اللي انا عاملاهم دول. اصلا شوفوا ده فكيته خلاص، شلته من كتر ما انا حاسه ان هما يعني افهمكم ازاي عيالي قوي، حسيتهم كده يعني، حسيتهم اطفالي قوي. شوفوا وقولوا لي اذا فعلا حلوين ولا اطفالي قوي. انا مش عارفه اصلا باين حاجه. المهم هنروح اول حاجه النهارده على الصالون. الصالون اللي دايما بروحه بنات، اللي موجود في مركب مول. يعني على قد ما جربت صالونات تانية، وعلى قد ما يعني سواء في قطر مثلا او في الامارات، ما بحبش غير الصالون ده. خلاص نظيف ومتعودة عليه، والبنات شاطرات كمان، كلهم معظمهم من روسيا اصلا، وخلاص اتعودت عليه يعني زي ما قلت لكم، فما بحبش اروح صالون تاني. المهم بفكر اعمل فرنش، بس في نفس الوقت عايزه كده ايه، لانه ده يعني شوفوا كده مثلا، كده مبين اكتر، لانه ده حسيته كده فرح، فاهمين؟ حفله كتير قوي. فعايزه اعمل فرنش يعني يكون حاجه بسيطه، او عايزه اعمل بس كده بلين، يعني يكون اللون ساده يعني مفيهوش اي حركات. بس عايزه احكي لكم على موقف حصل. تخيلوا الاسبوع اللي فات او اللي قبل اللي فات، اللي انا قلت لكم ان انا ما كنتش بقالي تقريبا اسبوعين او 3 اسابيع مش منزله فيديو، لانه اللي حصل مش عارفه احكي لكم ازاي، يعني ابتدي منين. بس الفكره ان انا كنت مسافره على صلاله مع اختي، اوكي، ف قدمنا على الفيزا GCC فيزا، اوكي، كان يعني عشان، وخلوا دي في بالكم عشان هنرجع لها تاني، انه GCC فيزا. تمام. قدمنا وكده، وطلع لي الابروفل، للفيزا بتاعتي. ورحنا على المطار، حجزت التيكت، عملت كله تمام، ورحنا على المطار. اللي اروح ناحية التشيك ان، الاقي البنت بتقولي انتي مش هتسافري. فقولها ليه مش هسافر؟ قال علشان مكتوب في بطاقتي الشخصية القطرية انه الجنسية المهنة طالبة. طيب هتقولوا لي ليه يا مها، مفيش شمس اصلا، هتقولوا لي ليه يا مها مكتوب طالبة في بطاقتك الشخصية؟ هقول لك لانه المصريين هيبقوا فاهمين النقطة ديت. لما اتخرجت من الجامعة بيدوكي كده زي شهادة مؤقتة، فالشهادة المؤقتة دي عشان لو عايزة تشتغلي بسرعة او حاجة، لانه الشهادة التانية بتاخد وقت. ممكن ادخل بعد اذنك؟ الشهادة التانية اللي هي الاخيرة دي يعني بتاخد وقت. فاخدت الشهادة المؤقتة من الجامعة في مصر، وسافرت على قطر، وما رجعتش هناك تاني. ما سافرتش هناك تاني خالص. عشان كده لسه يعني، اصل انا فكرت فيها في ايه، بدل اموري ماشيه خلاص خلينا نكمل الحياه. مش مستاهله ان انا اسافر يعني عشان اغير المهنه، يعني لانه لازم اسافر مصر، اطلع الشهاده بتاعتي، اوثقها، واجي هنا واوثقها هنا تاني، يعني سالفه طويله وحوارات طويله عشان المهنه. فلما كانت اموري ماشيه كنت خلاص ساكته، بس لما جيت بقى حصلت كده، او ماي جاد بنات. طيب سألت الموظفة تبعت القطرية، قطر ايرويز، ايه الاوبشنز اللي عندنا، يعني الحلول بتاعت الاوبشنز اللي عندنا. فبتقول لي روحي المكتب هناك تاني، هناك تبع قطر ايرويز برضو، وخليه واحكي له اللي حصل، خليه يبعت ايميل لصلالة
علشان نشوف منهم مادام هم وافقولك على الفيزا خلينا نشوف معاهم ايه اللي ممكن يعملوه. بعتوا ايميل لصلالة، استنينا مثلا بتاع تلت ساعة. ده انا احب اقول لكم كمان ان احنا رايحين على المطار متأخر جدا، يعني هي الطيارة 6:30 على ما اتذكر، احنا كنا واصلين المطار 5:30 قبلها بساعة literally which is not the case معايا خالص. يعني انا ما بحبش اروح المطار، انتوا عارفيني لازم اروح قبلها ب10 ساعات وابات هناك. ردوا عليه rejected. طيب انتوا ليه وافقتوا لي على الفيزا من الاول؟ ما انا لما ببعت الجي سي سي فيزا او لما بطلب الفيزا لازم اثبات انه انا جي سي سي ريزيدنت، صح؟ فانا ببعت لك الكيو اي دي بتاعتي، الاي دي بتاعتي. ليه يعني انت ليه غلطة موظف خسرتني فلوس، خسرتني وقت، خسرتني رصيد اجازات من اجازاتي. يعني ليه ما ناخدش بالنا ونعمل شغلنا مظبوط؟ يعني بجد والله العظيم اتضايقت جدا 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 جدا، لانه اوكي سيبك من رصيد الاجازات، سيبك من الوقت، الكلام ده كله، في فلوس ضاعت. يعني فلوس التيكت قدرت نوعا ما انه انا ارجعها. انا مش عارفه ده مايل ولا لا. اوكي فلوس التيكت عملت ايه؟ تخيلوا، قالت لي يعني مش عايزه اطول عليكم الموضوع، بس الموظفه كان احسن حل تدوني، طبعا هي ادتني حلول كتير بس كان احسن حل فيهم انه انا اغير الديستنيشن او اغير البلد اللي انا مسافره فيه وتديني فاوتشر بالسفر بالباقي الفلوس. الحلول التانية يا اما يعني فول ريفند، هيرجعوا لي تقريبا 500 ريال 600 ريال حاجه زي كده، هبله يعني من توتال المبلغ، اكيد حاجه هبله جدا. اللهم صل على النبي. الحل الثاني تبقي نو شو، ما تحضريش يعني البتاع وما تعمليش اي حاجه، وبعد كده بقى اتصلي على الكول سنتر وشوفي هم يعملوا لك ايه. الحل الثالث انه انا اغير البلد، ولما اغير البلد يعني هحجز تذكره وفي نفس الوقت هترجع لي فاوتشر مش فاكره بكام يعني، بس المهم كان بنص الثمن مع التذكره. فاللي هو واي نوت يعني، ده كان احسن حل. قلت خلاص بسافر على ابو ظبي، يعني انه انا كده كده اجازه من الشغل، بلس انه خلاص السفريه اتلغت. يعني تخيلوا بنات، جهزت لكم فيديو قعدت اعمل فيه الشنطه معاكم واشوف، او كانت هتبقى معاكم يعني، ونشوف ايه اللي ممكن البسه وبتاع، لاني كنت متحمسه جدا. يعني تخيلوا تتحمسوا قد ايه وتيجي في النهايه تقولك لا والله انت مش هتسافري معانا، ارجعي البيت. فانا قلت لا مش هرجع البيت. عشان كده اضطريت ان انا اعمل كده. يعني اتليست سافرت على الامارات، الحمد لله ان انا عندي اقامه هناك الحمد لله، فقدرت ان انا اغير الديستنيشن من غير ما يوجعوا راسي. فبجد قد ايه زعلت وقد ايه اتضايقت انه ده بالنسبه استنوا لحظه، ده بالنسبه لموضوع التيكت. اوكي لسه الاوتيل، شايفين دي زيرو فلوس رجعت لي من الاوتيل. خسرت فلوس الاوتيل كامله لانه بكل بساطه الدنيا موسم، واكيد مش غلطتهم. يعني انا ما بلومش الاوتيل لان هي دي في النهايه البوليسي بتاعت الاوتيل نفسه. وازيدكم من الشعر بيت، تخيلوا الموظف بتاع القطريه اللي هو بعت الايميل لصلاله بيقول لي you are not the first person اصلا، ان انتي مش اول واحد يحصل معاك كده. هو او ماي جاد، يعني في غيري كتير حصل معاهم نفس الموقف، وانتوا مش قادرين ان انتوا تاخدوا موقف مثلا من الموضوع دوت، تحسنوا الموضوع ولا تشوفوا حل. يعني اللي بيوافق على الفيز دوت من غير ما يبص على البطاقات الشخصيه ومن غير ما يبص على الحاجات التانية. لو انت كنت قدمتي على تورزم فيزا سياحيه كان ممكن تتقبل، لكن جي سي سي فيزا لا. يا أمة محمد يا الله، يعني ايه الفرق بين جي سي سي فيزا وبين تورزم فيزا؟ ايه الفرق؟ انا اي نو في فروقات، بس بالنسبه لي انا مفيش فرق. بالنسبه للي بيقدم على الفيزا والحاجات دي كلها، هو في النهايه يعني نوع من نوع الفيزا بس لكن انت في النهايه هتوافق لي ان انا ادخل البلد وانتهى الكلام. ريقي نشف من العصبيه لاني افتكرت قد ايه كنت متضايقه يومها، والله العظيم كنت متنكده نكد.
بس خلاص يعني الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. لانه يعني جوزي قاعد يقول لي تخيلي مثلا كنت سافرتي وحصل لك حاجه لا قدر الله، ولا كنتي السبب انه حد تاني يحصل له حاجه، يعني من اهلي مثلا ولا الناس العاديه اللي ماشيه في الشارع، الناس يعني الموجوده يعني. فخلاص استعوضتهم ربنا والحمد لله. يعني خلاص هعمل ايه؟ I don't have any other option. فبس عشان كده اختفيت، لاني سافرت على الامارات وطبعا مش محضره اي كونتنت اللي انا اصوره، يعني اللي هي في الفتره اللي فاتت ديت. فما كانش عندي اي حاجه اصورها موجوده معايا. عندي حاجات عايزه اصورها بس موجوده في قطر، فاهمين قصدي؟ فما اكيد مش هاخدها معايا في السفر. وبس والله قصه طويله حزينه، مش قصيره، لا طويله. اوكي بنات، انا وصلت. لسه بدري كتير على الموعد، لسه بقى نص ساعة. فهنزل اخد لي قهوة واشوف كده حاجة اكلها سريع سريع، لان شوية بسيطة جعانة يعني. هنزل واشوف. يلا بينا. دوست تحت بالغلط. اوكي، احنا عايزين المول. هلو، ده المنظر الحالي. زي ما قلت لكم انا شلت ده اصلا، شلت منه شويه. بعد كده قلت احترم نفسي، ولادي رايحه الصالون فخليني زي ما انا. بكره هنا لاني بضطر امسك الاكره، انا ما بحبش امسك الاكر. طبعا انتوا مستغربين ايه المدخل الغريب ده بتاع المول، بس لانه انا بدخل من ادخل الموظفين، مدخل الموظفين علشان بصف قريب. الصالون هناك. ده مول لطيف. انا عايزه انزل الكافيه ده. ده مول لطيف جدا بس فاضي زي ما انتم شايفين، قافل، كل حاجه قافله. ده حتى هنا كان في مانجو شكله قفل كمان. انا مش عارفه هو ازاي المول ده يعني بيدفع الايجارات والكهرباء والكلام ده كله، لانه زي ما انتم شايفين بنات فاضي ده ليترلي فاضي. فين بقى السلم؟ عايزه انزل تحت، عايزه انزل الكافيه ده. خلينا نمشي. المهم هنا كان مانجو، تخيلوا هنا كان مانجو قفل، يعني لسه من قريب، من كتر ما المول بصوا فاضي. يعني خليني اوريكم. شوفوا، ده مول يوم خميس، نو واي. بس مش عارفه ليه الناس مش بتحبه. يمكن لان المحلات اللي فيه مش محلات كده معروفه ومشهوره. بصوا فاضي. كل حاجه قافله. يعني المحلات بتفتح شويه تلاقي مفيش مدخل، مفيش مكسب، تروح قافله. طب بخصوص ان انا وصلت اخر المول مفيش سلم، يعني شكله مفيش سلم. يمكن هنا يكون في اسانسير قبل عبد الصمد ديت داخله. خلينا نشوف، يمكن هنا يبقى في اسانسير. I think ممكن هنا يكون في مسلم. يلا بستخدمه خلاص. فيلم رعب مش مول. اسألوا عليا، طمنوا عليا لو حصل لي حاجة. لا هنا امان، بلد امان ان شاء الله، مفيش اي حاجة. شفتوا بسيط. بس مكان القهوة عندهم شكلها يجنن ازاي، شكلها حلو قوي. بس يعني على السعر ده الصراحة غالية، 800، خصوصا هي بس تعمل قهوة يعني مش بتعمل حاجة تانية. في كمان دول ادفانس شوية، 2200، حاساهم برضو غاليين، خصوصا ان هي زي ما قلت لكم مش بتعمل اي حاجة تانية غير القهوة. ممكن دي تكون بتعمل حليب عشان فيها الفومر هنا، عشان كده اغلى. بحب الكوبايات عشان كده جيت اشوف. نفسي في المافن ديت دلوقتي.
بس ايدي مش هتكون نظيفة ان انا اقعد اكل. جبنا القهوة شكلها يومي، بس للأسف طلعت تو سويت، وانا ما بحبش حاجات مسكرة قوي. ابطأ من كده ايه؟ بطيء قوي الاسانسير، السلم قصدي. بنات والله العظيم الناس صعبان عليا، يعني صعبانين عليا قوي ان هم كده فاضيين، ما عندهمش كاستمرز، مفيش حاجة. مسكين بتنظف ايه؟ الدنيا اصلا نظيفة لان مفيش ناس. بصوا كله قافل، كله قافل. شوف. ده الصالون اللي بحب اروحه. يلا بينا. Don't worry, I'm just taking mine. This is the most scary part for me. Scary part? Scary. I don't like this tool. Because it was very soft. Yeah. بنات خلصت. شوفوا باين زي اضاءة حلوة، مش كده؟ الاضاءة هنا وحشة قوي، عملتوا كده لون تحسوه لحمي كده، يعني تحسوه بينك فاتح، نفس لون الضوافر بالظبط. هي اضاءات مختلفة، انا باين لكم. سو نايس بجد، احلى صالون، لانه ولا مرة خيبوا ظني في النظافة. شوفوا التنظيف، فنانين. المهم يلا بينا نرجع البيت. ميتة تعب ونعس، يعني انا يعتبر من الساعة 7 الصبح في الشارع. دلوقتي الساعة كام؟ حوالي 8 تقريبا او 7، مش عارفة. معادي كان 6:30. استنى اشوف الساعة كام. مظبوط 7:30. انا مبسوطة على ضفري الجديدة. يلا نروح البيت، يلا اشوفكم بكرة، باي. هلو. جي عبالي دلوقتي ماتشا، فلقيت الكافيه ده اسمه تشيلن كافيه، بس ممكن نشوف اوبشنز تانية. والله بصوا، انا كان جاي عبالي من جوي اند جوس. اوكي دي الاوردر بتاعي. ثانية واحدة. اوه ماي جاد بنات، ده شكله يومي. استنوا اليكسا. اوكي كده مبين اكتر. شوفوا البلو بيري تحت والماتشا فوق. بيشهي قوي. ان شاء الله يكون طعمه حلو. دي شاليمو ورق، بحبش الورق. اوكي دلوقتي ناخد سب، خلينا ندوق. مش حاسه بطعم البلو بيري، بس بدوق الماتشا. not good. خلينا نفتح المفن، وشكلها يومي. anyways يلا باي، هروح استمتع بدي. ده اكس مش حلو. اوكي جيت على سوبر ماركت عشان عايزه اشوف اخد معجون اسنان، فاخدت معجون اسنان و منظف او روتيني، مش عارفه اسمه ايه، نسيت. وبعدين كنت بقلب، كنت بتمشى، لقيت في عندهم الكحول ده، انا بحبه. ده
عشان ريحته حلوة. ولقيت منه حجم صغير كمان، فجبت حجم صغير عشان اخليه معايا في الشنطة. لقيت السكرابس دول كمان، فيس سكراب، حسيتهم كمان حلوين. انا جربت البراند دي قبل كده زمان، بس بصراحة مش فاكرة اذا كانت كويسة ولا لا. هقعد كده احوس فيهم شوية لحد ما اشوف اخد اي واحد. قررت اخد من ده بالمشمش، وبعدين لقيت عليهم عرض. هي الواحدة بسعر I think 20 اعتقد، والاتنين ب28. يس. وكمان اخدت، رجعت الغسول وجبت اتنين، وبنات الكريم ده مش عارفة تعرفوه ولا لا. فاشتقت له دلوقتي، قلت اما اجيب منه استرجع الذكريات لاني كنت بحبه. بصوا كمان لقيت مبرد الاظافر دوت، حاسه ان هو كويس. مش عارفه، بس هو مش عارفه ليه انا مش نضيف كده، مع ان هو انا جايباه من جوه يعني. هما شكلهم كده كلهم مش نضاف، ممكن بس مجربين، مش عارفه. انا حاساه كويس.